إزاي ممكن البراند الشخصي يحولك من مجرد موظف عادي لواحد عنده دخل ثابت؟ بقول لك ايه، ما تيجي تقابل معايا النهارده واحد اسمه احمد. احمد موظف شاطر جدا في شركته، بيشتغل في المبيعات وعنده خبره حقيقيه، بيحقق تارجت كبيره جدا وزمايله دايما بيرجعوا له، بس كل ده محصور في مكان واحد بس جوه الشركه. يعني لو ساب الشغل النهارده دخله بيساوي صفر، ولو الشركه قفلت خبرته هتتبخر وسط الزحمه. لكن في نفس الوقت عندنا شريف بيشتغل نفس شغل احمد، بس قرر انه يشارك اللي بيعرفه على الانترنت والسوشيال ميديا. بدا يكتب عن استراتيجيات البيع وينزل فيديوهات ويجاوب عن اسئله الناس ويحكي عن تجارب شغله واللي بيشوفه بشكل يومي. وبعد شويه بدات الناس تعرفه وتتابعه، وجات له دعوات ان هو يقدم كورسات اونلاين وورش اوفلاين واستشارات وحاجات كتير جدا، كلها ليها علاقه بالمجال بتاع الشغل بتاعه. ونتيجه لكده بقى مصدر ثقه في مجاله. ايه بقى الفرق ما بين احمد وشريف؟ هي جمله واحده: البراند الشخصي. احمد مستني ان الشركه تسوق له وتجيب له شغل، وشريف بنى نفسه ككيان الناس بتثق فيه. شريف بقى اسم معروف بره الشركه، واحمد لسه اسمه جوه في الاتندنس شيت بتاع الشركه. انت عارف ان في دراسه من التمان تراست بايومتر بتقول ان اكتر من 60% من الناس بيثقوا في الاشخاص اكتر ما بيثقوا في الشركات. يعني لما تبني البراند الشخصي بتاعك صح، الناس بتشتري منك قبل ما حتى تدور مين الشركه اللي وراك. البراند الشخصي بيحولك من موظف تحت الطلب لبراند مطلوب بنفسه، من راتب اخر الشهر لدخل شهري بيزيد كل ما شهرتك بتكبر وكل ما بتبني وتشتغل على البراند الشخصي بتاعك كويس. قول لي في الكومنتات كده، لو انت بدأت النهارده تبني البراند الشخصي بتاعك، ايه اول معلومة عندك او خبرة حابب انك تشاركها مع الناس؟ قول لي في الكومنتات وتعالى نتناقش. السلام عليكم.